صينية شيش طاووق بالخضار تحفة، طعم وريحة وتتبيلة ونتيجة هايلة. ليه نعمل الشيش طاووق في خلة ونضيع على نفسنا وقت؟ ممكن نعمله في صينية ونحط جميع انواع الخضار اللي انتوا عايزينها والنتيجة بتبقى تحفة. الفراخ بتبقى دايبة، كله شارب من الصوص. تعالوا نشوف التتبيلة اللي هنعملها. اول حاجة هحط مية بصل، كوباية عصير برتقال، ربع كوباية زيت، 3 معالق كبار زبادي، وتوم مفروم، والتوابل معلقة كبيرة من كل حاجة، بابريكا وكاري وملح وفلفل، ومعلقة صغيرة حبهان بودر. وهقلب التتبيلة دي. وهنا كنت نسيت معلقة صلصة هضيفها، وارجع اقلبهم تاني. وكده التتبيلة معانا جهزت. ونجهز الخضار اللي هنحطه في صينية الشيش. معايا كوسة وجزر ومشروم وفلفل، وممكن تحطي فلفل الوان، ممكن تحطي بروكلي، ممكن تحطي بطاطس. حطي الخضار اللي انت تحبيه. هنا الكوسة هقطعها بقطعة المخلل عشان نعمل فيها شكل حلو كده زجزاج، حتى الاطفال تتشجع تاكلها. ممكن تقطعي البطاطس بنفس الشكل. والبصل هنقطعه بالشكل ده زي ما كنا بنحطه في الخلة، هنفرطه كده ونحطه في الصينية. والفلفل، ولو عايزة تحطي فلفل الوان، خضار اللي نفسك فيه تحطيه. وقطعت الجزر بنفس السكينة بتاعة المخلل، وهضيفهم في البولة مع بقية الخضار. بالنسبة للمشروم، هنا انا عشان جايباه فريش فبمسحه بمنديل، انا مش بغسله عشان هو بتشرب مية عامل زي الفل، فبتشرب مية. او ممكن لو عايزة تقشريه بالشكل ده تقشريه، بتقشر معاكي سهل جدا. بس انا عشان جايباه فريش فهحطه زي ما هو، مسحته خلاص بمنديل. وهنا بالنسبة للشيش انا بجيبه بقطعه بالشكل ده، يعني قطع 2 أو 3، او ممكن تسيبيه زي ما هو. وهنا بقى قطعنا الخضار وقطعنا الفراخ، هناخد جزء من التتبيلة على الخضار، والجزء التاني هنحط فيه الفراخ. وهنا بقى هنقلب الخضار مع التتبيلة. وهوريكم طريقة تانية بقلب بيها الخضار. وهنا هقلب بقى الفراخ في التتبيلة الحلوة دي، خطيرة وريحتها جميلة، كانت قلب ريحة المكان. بعد ما قلبناهم في التتبيلة هسيبهم في التتبيلة ساعة، وكل ما الفراخ قعدت في التتبيلة بتدي نتيجة احسن. وهنا هوريكم تقليبة تانية للخضار انا بعملها. هنا واضمن ان الخضار كله خد من التتبيلة بالشكل ده. كده كله اتقلب معايا، هسيبهم ونحضر الصينية بقى. بعد مرور ساعة هنحط الفراخ في الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن، واحط معاها الخضار بالشكل ده، الوانهم تحفة. نظبط الصينية بتاعتنا كده. ده كان شكلها قبل ما تخش الفرن، شكلها تحفة. هنا هضيف عودين روزميري على الوش، وهنقفل على الصينية بورقة زبدة وعليها ورقة فويل. الفويل ما يبقاش ملامس للخضار، فحطينا ورقة زبدة. وهدخله على فرن سخن على الأرضية. الخضار هيجيب المية بتاعته بالشكل ده. بعد ربع ساعة رفعت عنه ورق الفويل عشان ينشف معايا وياخد تحميرة، وبقى معايا بالشكل ده من غير ما اشغل شواية عليه. هو خد اللون الحلو ده، ريحة وطعم مش عايزة اقول لكم جميلة جميلة وتحفة. نقدر نقدمها مع شوية رز بشعرية او رز ابيض او رز اصفر، اللي انتوا عايزينه. بس تحفة وجميلة وخطيرة، مش هتبطلوا تعملوها. اعتمدوا لوصفة الفراخ دي تحفة، وصفة شيش هايلة.
يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. المقادير هتبقى تحت الفيديو. صحة وهنا على قلوبكم.